إيلين بورستين. تعد إيلين بورستين من النجوم المميزين بهوليوود، حيث حصلت على جائزة الأوسكار. إيلين نشأت نشأة كاثوليكية واعتنقت الإسلام في الثلاثينيات من عمرها، حيث قالت إنها لم تجد راحتها إلا في الإسلام، الذي يهتم بالقيم الروحية أكثر من المظاهر العامة. نجم آيس كيوب من النجوم المميزين بهوليوود، والذي اعتنق الإسلام خلال فترة السبعينيات، وعند إسلامه قال: إنه أمر يخصني أنا وربي، واشتهر بمشاركته في العديد من الأعمال المميزة بهوليوود، منها Straight Outta Compton, Check Yourself and You Can Do. يعد مايك تايسون من النجوم المميزين في عالم الملاكمة، حيث دخل تايسون موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بسبب كونه أصغر أبطال العالم في الملاكمة للوزن الثقيل. ودخل تايسون السجن، وفي السجن تعرف تايسون على مجموعة من المسلمين الذين علموه الإسلام وتعاليمه وأخلاقياته وآدابه. وأحب تايسون الدين الإسلامي، وقرر أنه عندما يخرج سيعلن محمد علي كلاي من النجوم الذين اعتنقوا الإسلام، حيث اعتنق الإسلام عام 1964، وكرس جهده على إقامة أعمال الخيرية والدعوية، محاولا من خلال ذلك تصحيح الصورة الخاطئة التي رسخت في أذهان الغرب عن الإسلام والمسلمين، وقد كان يفتخر بأنه مسلم سني. وفي عام 1966 رفض محمد علي كلاي الالتحاق بحرب فيتنام، فقال: هذه الحرب ضد تعاليم القرآن، وإننا كمسلمين ليس من المفترض أن نخوض حروبا.